السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم ان شاء الله راح اسوي طريقة عمل ريزو دجاج كريسبي. اول شي لتتبيلة الدجاج راح احتاج الى نص كوب من الروب او الزبادي، والى فصين ثوم مهروس، مجموعة من البهارات عبارة عن كزبرة وفلفل اسود وهيل، الهيل كلش ضروري، و بابريكا غير مطحونة، طحنتهن كلهن سوية، وخليت شوية من البهارات على مود اضيفهن على الطحين. وهنا أنا خليت ملعقتين من الخل، ضروري جدا الخل عمود نتخلص من الزفرة. خليت ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وأكيد راح نملحها بملعقة من الملح. وهسه راح أضيف ملعقة من بودرة البصل ونص ملعقة من بودرة الثوم، وهيك خلصنا البهارات مال تتبيلة الدجاج. أخلطهم كل زين، واخير شي راح اضيف تقريبا ملعقتين من الزيت حتى يعطينا طراوة. وبهيك كملت عندنا ألذ خلطة لتتبيلة الدجاج. انصحكم تجربونها، لان هاي الخلطة مثل خلطة المطاعم وبعد اطيب، لازم تجربونها. طبعا اني محضرة الدجاج مقطعته على شكل شرائح تقريبا نفس شرائح الشاورما بس على اكبر، وهسه راح اضيفهم على الخلطة، وهسه راح اخلطهم كل زين واتأكد انه الخلطة وصلت الى كل اجزاء الدجاج على مود تتبل كل زين. وبعد ما خلطتهم كل زين صارت عندنا بهذا الشكل. هسه راح انظف الجوانب على مود النظافة، على مود ما يصعد عندنا الزفر. مثل ما تعرفون اذا تريدون تخمرونها ليوم كامل يكون افضل، بس اني راح اخمرها لمدة ساعتين على الاقل حتى التتبيلة توصل الى داخل الدجاج. وهسه راح ننتقل عمود نسوي اطيب ريزو، تمن الريزو الاصفر. راح احتاج الى بصلة او ثوم مهروس، فصين ثوم، خليت نومي بصرة. وهسه راح اخليه طحنة هيل وشوية من الكزبرة. وهنا انا خليت نص مكعب من الماجي. وهسه راح اخلي بهارات دجاج، وخليت كركم، وخليت شوية من بهارات البرياني، وخليت عليها المي بهذا الشكل. واكيد راح نملح التمن، وطبعا اني محضرة التمن غاسلته كل زين ومنقعته. وهسه راح اضيفه على المي واتركه لحد ما يستوي. وبهي تجهز عندنا اطيب تمن ريزو، راح تجربونه. وهسه راح نسوي طريقة الطحين اللي راح نلكه أصابع الدجاج أو الكنتاكي. هنا تقريبا عندي كوبين من الطحين. استعمل الطحين يكون مو كلش ناعم اللي هو الصفر، خليه يكون شوية من هذا الخشن. خليت البهارات نفسها اللي خليتها على تتبيلة الدجاج، اللي هي مثل ما قلت لكم فلفل أسود والهيل والبابريكا بودرة الثوم عفوا والبصل. راح اخلطها كل زين، وبهيك جهزت عندنا التتبيلة. واكيد راح احضر الطاوة حتى نقلي الكنتاكي. هنا أنا بعد ما طلعت تتبيلة الدجاج بهذا الشكل، اني محضرين احنا الطحين المتبل والمي على مود نغرسه بيه. راح اخذ اصابع الدجاج بهذا الشكل، احاول الكه كل زين، واحاول اسوي بيه مثل النتوءات على مود يصير كريسبي. وبعدين راح ارجعه احطه بالمي، طبعا مي عادي فاتر، وارجع مرة ثانية الكه واحاول انه ادعسه مثل ما تشوفون بهذا الشكل، عمود يكون عندي نتوءات ويكون كريسبي ويكون شكله مثل المحلات مثل ما تشوفون بهذا الشكل. واكيد راح نخليه على الزيت يكون حامي، وراح استمر اواصل بالعملية لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي.
ألكه بالطحين، النوب بالمي والنوب بالطحين، وأكرر هاي العملية لحد ما أخلص كل الكمية. هذا الشكل. وشوف التمن بعد ما استوى وصار نثري ويجنن والريحة تخبل. وهنا بعد ما كمل الدجاج شوفوا الشكل يجنن. طبعا هاي مو محترق، هاي بس الإضاءة هيك صايرة لونه ذهبي يخبل والريحة تجنن. طبعا هاي الطريقة كلش التتبيلة مالته كلش لذيذة. شوفوا لي القرمشة، وطبعا مستوي 100% مثل ما تشوفين، ذايب ذوبان من جوا ومقرمش جدا من برا. وهيك بعد ما حضرنا الصحن راح نرتب أصابع الدجاج عليه. طبعا تقدرون تقطعونه مثل الكنتاكي، عفوا الدجاج تقطعونه على لوح التقطيع وتقدمونه، بس أنا حبيت هيك يكون. وبهيك نحط عليه أي صوص تحبون، صوص الريزو أنا راح أخلي عليه الكاتشب، أو تحطوا مايتشب اللي يعجبكم، أي صوص انتم تحبونه. وبهيك كمل عندنا أطيب صحن راح تذوقونه وراح تجربونه. إن شاء الله يا ربي عجبتكم هاي الوصفة، إن شاء الله تجربونها وتنال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس الإشعارات. وباي.